بلى، إنه يوم 22 من مايو 90. في ذلك اليوم الخالد التأم القلب اليمني المشطر، وتشابكت الأيدي، وتناثرت ورود المحبة، وعمت الفرحة على امتداد هذه الأرض الشامخة. وها نحن اليوم نعيش هذه اللحظات الزاهية المزدانة بأنوار الوحدة المباركة، الوحدة التي تمثل إنجازا يمنيا عظيما وعربي الطموح. ولنا أن نفخر ببلادنا التي تتميز بهذه الخصوصية منذ قيام دولة سبأ العظيمة، باعتبار الوحدة النواة الأولى للوحدة العربية. فاليمن بشهادة الأشقاء والأصدقاء تحتل المكان العالي الذي تنظر إليه أفئدة الشعب العربي في كل بقاعه المجزأة. ووحدة الشعب اليمني لا تعني اليمنيين فحسب، بل تعني كل العرب الوحدويين. أما نحن فنقول إن الأسرة واحدة، والمصير واحد، والهدف واحد، وربنا واحد لا شريك له. نعم، كنا متفرقين، كان هناك جيشان في شمال الوطن وجنوبه، وفي ظل إعادة وحدتنا ها هو الآن جيش واحد قوي تنظيما وتدريبا وتسليحا. هذا الجيش لا يشكل خطرا على أحد، بل هو عامل أمن واستقرار في المنطقة، وهو في خدمة أمته العربية من المحيط إلى الخليج، في ظل قيادته الحكيمة بزعامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح القائد الأعلى للقوات المسلحة. وينتقل الميكروفون الآن إلى الزميل الله أكبر يا يمن، الله أكبر يا يمن اليمن والإيمان والحكمة، يا مهد العروبة والإسلام والحضارات المشرقة. الله أكبر. وفي سماواتك اليوم شموس عشر مؤتلفة ساطعة بإشراقات الوحدة والديمقراطية وإنسانية الإنسان. نعم، يوم 22، نعم، مايو الأغر، وقد تحقق في شعبنا اليمني والمنجزات، والبشارة تنتج لوحات الفرح والعناص في عيدنا الوطني العاشر لقيام الجمهورية اليمنية. اليوم نضيء شمعتنا العاشرة، وغدا تضاء فينا آلاف الشموع. يا وطن يعيش فينا قبل أن نعيش فيه. عظيم يا يمن بعظمة أبنائك وعنفوان عطائهم. في سبيل إعلاء شأنه بين الأمم والشعوب، قوي بالله وبقوة أمته العربية والإسلامية. يمنا تبنيه سواعد وعقول أبنائه ورجاله المخلصين، وتؤازره إسهامات ومواقف أشقائه وأصدقائه في تحقيق تطلعاته وترجمة آمال إنسانه. أفراح شعبنا تكبر وتزداد، تكبر وتزداد أكثر. أفراح شعبنا تكبر وتزداد أكثر بضيوفه الأعزاء الكرام، ضيوف اليمن الكبار
من الدول العربية والإسلامية الشقيقة والدول الصديقة، وهم يشاركون الشعب وقيادته السياسية هذا العرس الوطني لعيدنا العاشر لقيام الجمهورية اليمنية. مرحى مايو العظيم ومنجزاتك ومكاسبك العظيمة تطرز خارطة الوطن من أقصاه إلى أقصاه. رجال وأبطال قواتنا المسلحة والأمن هامات مرفوعة علياء تعانق شمس الحرية والوحدة. بوركت هذه الهامات المتشبثة في شموخ وإباء لأهداب شمس الجمهورية وفجر الوطن المتجدد. بوركتم وهاماتكم تقبل قمر الديمقراطية وغرر نجوم ثوابتنا الوطنية. هنيئا لكم درعا واقيا للوحدة، حماة بناة للوطن، يا مبعث فخر واعتداء. يا مبعث فخر واعتداد شعبكم ببطولاتكم وملاحمكم البطولية الخالدة في ميادين العزة والشرف. هنيئا لكم وللشعب اليمني قائدا فذا جسورا ومناضلا حركته التجارب وزادته ميادين النضال وساح العطا حكمة وحنكة. جلالك ألبس العيد الجلالة ومجدك فيه مجد العيد طال. تطيه به فصار له جمالا. والآن مع الزميل يحيى عثمان. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الذي أرادنا وضيوفنا الكرام من الأشقاء والأصدقاء، أرانا جميعا. الحمد لله رب العالمين الذي أرانا جميعا بهجة هذا اليوم العظيم. الحمد لله رب العالمين الذي أعاد لنا عزنا ومجدنا الحضاري القديم بهذه الصورة الحضارية المعاصرة وعمقها الحضاري الجديد. الحمد لله رب العالمين الذي سخر لنا من أبناء شعبنا اليمني العظيم الذي سخر لنا من أبناء شعبنا اليمني العظيم عليا وطنيا غيورا وحدويا عنودا ليصنع لنا فجر مايو 90. الحمد لله رب العالمين الذي سلمنا لهذا القائد المخلص الامين، هذا القائد الرمز، هذا القائد الرمز الذي لم يبخل ولم يتوانى لحظة واحدة عن خدمة وطنه وأبناء شعبه، بل وهبهم أغلى ما لديه بكل سخاء وقناعة ورضا، وهبهم أحلى سنوات عمر شبابه. لم يخشى غياب سلطة، لم يخشى غياب سلطة الدولة عامة حين كانت البلاد تعيش الانقلابات والدسائس والمؤامرات الإسلامية. لم يخشى الأوضاع الأمنية غير المستقرة في الداخل ولا المؤامرات والدسائس التي كانت تحيط، وقبل بكل قناعة ورضا فكرة مجلس الشعب التأسيسي وانتخابه رئيسا للجمهورية العربية اليمنية في 17 من يوليو عام 78. أيها الإخوة المواطنون، وكأني بالتأليف العيد نفسه، ففي مثل هذه اللحظات وفي مثل هذه الساعة منذ 10 سنوات خلت وفي العاصمة العراقية بغداد، وخلال انعقاد مؤتمر وزراء خارجية الدول العربية، خضع الإخوة الوزراء مناقشاتهم ووقفوا إجلالا وإكبارا واحتراما
وتدبيرا ليمن العروبة لمنبع العروبة، وشاهدوا مباشرة وعلى الهواء علم الجمهورية اليمنية وهو يرتفع لأول مرة من عاصمة دولة الوحدة الاقتصادية والتجارية من مدينة عدن، وأول ثانية